احنا نرمين تاني. طيب نرمين، السلام عليكم. شكرا كابتن حسام، السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بداية نرحب بك زميلة نرمين عبر أثير إذاعة أمواج. ربنا يخليك، وكل الشرف ليا بتواجدي معك عبر أثير إذاعة أموال. نرمين، يعني لو تحدثنا عن يعني نبدأ في الدوري السعودي. بالأمس الهلال فاز على أو الأهلي فاز على الهلال بثلاثة مقابل هدف في هذه المباراة الجميلة. الهلال كان يعني أو الأهلي كان يريد الفوز والثلاث نقاط من أجل أن يضمن التتويج بلقب الدوري السعودي قبل نهاية الدوري بجولتين، ونجح في ذلك. يعني كيف تابعت هذه المباراة وبشكل عام، يعني لو تحدثنا عن الدوري السعودي؟ هي طبعا مباراة ليلة والألف ليلة وليلة عاشتها جماهير النادي الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة. 3 نقاط أحيتهم من جديد. الأهلي الأخضر يا توجوا نرمين، مش الأحمر. الاهلي الاخضر، الاهلي الاخضر. طلعت الراقي. الملوك احياتهم من جديد، اعاده الدوري بعد غياب اكثر من 3 عقود. 32 عام بيحاولوا ان هم يرجعوا الدوري لدرع لقلعه الراقي. نجحوا بفضل السويسري كريستيان جروس، وطبعا العقيد عمر السومة، ومن اول الحارس ياسر بن سليم واسلام سراج وحسين المقهوي، ويعني التيم كامل يعني اتحدوا وتعاونوا على انهم يفرحوا جمهورهم امبارح امام الهلال. فريق عنيد بلا شك، هو الاخر كان يتمنى يتوج بالبطولة او على الاقل يخرج بنقطة، على اساس الدوري يتحسم في اخر جولة، لان الجولتين مباراتين بالنسبة للهلال المقبلتين أسهل كانوا من النادي الأهلي، لكن قدر الملوك قدروا إن هم يحسموا البطولة بثلاثية في الهلال. يعني أكيد الأهلي هذا الموسم اللي استحق يعني أنه يحصل على اللقب بعد منافسة. حتى العام الماضي كان بينافس على الدوري، ولكنه في اللحظات الأخيرة فقد الدوري. في هذا الموسم كانت الأمور مغايرة تماما، في ظل كمان تواجد نفس اللاعبين. يعني لو تحدثنا عن الاختلاف الموسم الماضي عن هذا الموسم زميل نرمي. هو الموسم الماضي كان بينافس النصر لغاية آخر الأسبوع اللي قبل الأخير، قبل ما يتعادلوا مع التعاون كبير منطقة القصيم. فريق كان عنيد معاهم وقتها، وكان هو اللي أهدى النصر السعودي اللي هو مغيب تماما الموسم دوت نهائيا بعيدا عن المشهد. وكان الأهلي لو كان تخطى كان ممكن الدوري وقتها يحسم من الموسم الماضي. لكن هم قدروا فعلا يستغلوا ان ابتعاد النصر والاتحاد ابتعد، ومعاهم الهلال استغلوا المشاكل اللي بيمر بيها بسبب خلاف نصر الشمراني مع دونيس، وكان في حصل كده بعض المناوشات داخل جدران الزعيم، لكن قدروا يلموها قبل المباراة بساعات لما نصر الشمراني قال الهلال اهم. طبعا يمكن الهلال برضو دفع ثمن ان هو ما اشركش نصر الشمراني، واشرك وفوجئنا كلنا بإلتون الميدا في التشكيلة، وعلى اثرها طلب التغيير مع نهاية الشوط الأول. وطبعا كل ده أربك حساباته ودفع بيوسف سالم، وحصل وساعد على الأهلي أن يحصل طوفان هجومي أدى إلى إحراز هدفين بأقدام عمر السومة المتألق، اللي مهما هنتكلم عليه مش هنقدر نوفي له حقه في 4 دقائق. أكيد عمر السومة صراحة منذ انتقال للنادي الأهلي، برغم أنه جاء صراحة ولاعب لم يدفع فيه كثيرا الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، ويتألق الموسم الماضي وهذا الموسم صراحة يصنع الفارق والفوارق مع أي نادي ينضم له هذا اللاعب عمر السومة زميل نرمين. هو يعتبر عمر السومة حاليا يعني في المنطقة العربية أحسن محترف، حتى أيام ما كان في القادسية الكويتي أم أعتقد يعني برضو كان يعني
كان ليه اهداف مؤثره مع الفريق، ويعني كماكينه اهداف متواصله سواء في الكويت او في السعوديه. ابهرنا كلنا كمتابعين للدوري السعودي ان ازاي يعني يتصدر موسمين ورا بعض قائمه الهدافين. السنه دي كان بينافس معاه الفنزويلي ريفات وكارلوس ادواردو، قدر ان هو يتخطاهم الثنائي ويعتلي مع بعد ما كان ريفاس هو المتصدر، واستغل برضو غياب كارلوس ادواردو عشان لما كان مصاب. السنه اللي فاتت كان بينافس محمد السهلاوي، وبرضو محمد السهلاوي اتصاب، فهو فاز بجائزه الهداف موسمين متتاليين، محافظ على نفس رتمه ومحافظ على نفس لياقته. هداف قناص، قول عليه انت عايزه، عمر السومه يستحق اكتر من كده. ويعني اتمنى ان هو ما يسيبش الدوري السعودي، ان هو مديله شكل برضه ويحترف في اوروبا لو جاله عرض جد يعني. اكيد. طب خلينا نسمع الان الاهداف وبعدين نرجع نكمل هذا الحوار مع الزميله نرمين ماهر من جمهوريه مصر العربيه. تفاصيل صغيره، سعود بيلعب لترم، ادواردو يا رب، هو عارف اهدافه وجاي يحققها، لا يمكن وقف ادواردو عن تحقيق اهدافه ابدا. هو يعرف متى يطلع، هو يعرف وين يوقف، هو يعرف كيف يسجل. المشكلة اللي ما يعرف ادواردو. يا رب يا الله، ادواردو يقص شريط المباراة. فرحة هلالية، جنون ازرق في الجوهر المشع. ادواردو يشعل القمة، يقص الشريط. الله على سعود، والله على من يجعل الهلال السعيد. ادواردو رجلها، اي رأسية هداف، اي نهاية، اي ركنة. الله على الارتقاء، الكرة خلف المسلمين، لم تدخل شباك الاهلي. الهلال يتقدم ويتمسك بكل حظوظه واماله في الدوري. فرحته السوبر ادواردو، الفريجي يعمل، الهلال متصل بالشبكة، انتهت الاستراحة وعاد المحارب من جديد. عزيز البكر، شكرا لزملاء المحللين. عودة مع حضراتكم مشاهدينا المتابعين في كل مكان، أحبتي الكرام عبر قنوات MBC برو سبورت، في شوط المباراة الثاني لقمة الموسم والمباراة الأهم، والتصويبة من اللاعب الأهم، من اللاعب الأهم. فرصة العمر ما تتفوت، وفرصة عمر ما تضيع، ما تضيع. عمر يريدها ليلة العمر، لحظة العمر، فرحة العمر. عقيد الأهلي، مدفع القلعة الكبير، إشارتهم الخضراء. مجنون ومجانين واجتمعوا، مجنون ومجانين واجتمعوا. يعني هذا بالنسبة للأهلي صراحة استحق هذا الموسم اللقب. روح لفريق الاتحاد كمان، فريق الاتحاد بالأمس فاز نتيجة كبيرة زميلنا نرمين، يعني لكنه الاتحاد في هذا الموسم استفاق مؤخرا، يعني قد يكون هو اتفق مع عودة بيتوركا في تولي زمام أمور الاتحاد للمرة الثانية، لكن وقلص الفارق بينه وبين الأهلي والهلال قبل طبعا ما يحسم الدوري للأهلي ل4 نقاط بدل ما كانت 10 نقاط. لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد سقوطه المفاجئ أمام الوحدة فرسان مكة بهدفين، بعثرت الأوراق وطبعا ابتعد عن المنافسة، مشهد المنافسة تماما. وهو دلوقتي بينافس الفيصلي على المركز الرابع او المركز الثالث، وبرده معهم التعاون. واعتقد برده ان هو برده يعني قضى اخف من قضى النصر لا حالته لا يرثى لها على الاطلاق. بطل موسم دوري جميل، موسمين متتاليين، حالته متدهوره في المركز العاشر. ماذا يحدث له محدش عارف، كل حاجه متوفره. فيصل بن تركي الامير موفر لهم كل حاجه، لكن ممكن يدفعوا ثمن تغيير
الجهاز الفني بشكل مستمر، ما فضلوش على خورخي دي سيلفا اللي جاب لهم الدوري ولا كارينو في الاول، فكل دوت عوامل اثرت على النصر. طيب احنا خلينا نحكي انه قبل الحديث عن فريق النصر، الاتحاد الان خلص حجز مقعده الاسيوي في المركز الثالث. الفارق بينه وبين التعاون اصبح 6 نقاط، وبالتالي انه الاتحاد هو الاقرب لهذا المركز الثالث، او بشكل مؤكد الأقرب لهذا المركز. فريق الاتحاد حجز مقعد الأسود في هذا المركز، أما التعاون خلاص فقد المركز الثالث. زميلنا نرمين. والله كنت اتمنى التعاون بصراحه في مجموعه لاعبين بمدرب مانويل جوميز، عبد المجيد الرويلي وجهاد الحسين وايفولو، بصراحه عاملين موسم خرافه. يعني هو من الموسم اللي فات من ساعه مانويل جوميز ما مسك التعاون وهو مغير من شكله وادائهم، عمل تطور في الناحيه الهجوميه، كل دوت يعني خلى ليه شخصيه التعاون، ومبقاش عنده رهبه من المنافس سواء كبير او صغير. التعاون دوت في السنوات الأخيرة كان ممكن نلاقيه في مركز السابع، مركز الخامس، أو بينافس على الهبوط، لكن في السنتين الأخرانيين بنلاقيه يعني قريب من الأربعة الكبار. يعني كنت أتمنى بصراحة يعني التعاون دوت الموسم الجاي لو استمر مانويل جوميز واللعيبة الموجودة ديت، هتلاقيه ليه شأن كبير جدا ومش بعيد ممكن ينافس على الدوري. نعم، هذا الآن سنذهب إلى يعني بعض الأخبار الأخرى في الدوري السعودي. خلاص الأهلي هو البطل، بطل الدوري هذا الموسم. روح للاعب العربي اللي صراحة يقدم أداء كبيرا في الدوري الإنجليزي، اللاعب رياض محرز، الذي يعني فعلا خلينا نحكي أنه اسم على مسمى. اللاعب رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي، بالأمس توج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في الحفل الذي أقامته رابطة الأندية أو رابطة المحترفين الإنجليزية بالعاصمة لندن. وطبعا محرز نال الجائزة متفوقا على زميله جيمي فاردي الذي سجل 22 هدفا، وهاري كين مهاجم توتنهام وهداف للبرايم ليج هذا الموسم برصيد 24 هدف قبل 3 جولات من نهاية المسابقة. احنا عارفين انه محرز حرز 17 هدف، ولكنه صنع 11 هدف لزملائه ليساهم في تفجير كبرى مفاجآت الموسم الجاري في الدوريات الأوروبية، وأصبح يعني محرز أول لاعب عربي وافريقي ينال هذه الجائزة. طبعا نذكر أنه النجم البلجيكي إيدن هازارد صانع ألعاب تشيلسي فاز بهذه الجائزة العام الماضي، كما فاز ديلي آلي مهاجم فريق توتنهام بجائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم. نتحدث عن رياض محرز وإنجازاته كمان. شوف بقى الامور، الفكر ازاي بيستخدم اللاعبين. وادي محرز قطع، ممكن هدف اول، هدف اول، هدف اول، هدف اول. رياض محرز، يا خطا قاتل من اشلي ويليامز النجم الويلزي، ورياض محرز يحرز الهدف الاول. يا محرز يا محرز يا محرز، كان عايز يجري وراك في اللقاء الاول بعد ما سجلت هاتريك. الهاتريك ايه؟ الثالث في تاريخ نادي ليستر سيتي مع ايان مارشال ومع كولي مور. شوف هنا خطأ قاتل من جانب اشلي ويليامز. رياض محرز لم وسدد باقتدار يسجل الكرة يضعها في المرمى، هدفه رقم 17. هدية من جانب اللاعب اشلي ويليامز، ورياض محرز هو اللي بيحرز. نرمين عن هذا اللاعب يعني تفضل. هو طبعا يعني علي محمد علي بيقول محرز يحرز، اسم على مسمى زي ما انت قلت. يعني فلتة، هو فخر للعرب دلوقتي، اول عربي يكون ليه بصمه في الدوري الانجليزي، الدوري الاقوى اوروبيا بين الاربعه الكبار، دوري ملوش كبير، دوري يعني جامد. حتى مفاجئين السنه دي زي ليستر سيتي استغل تعثر الكبار، ودلوقتي هو منفرد بالصداره. وحتى في ظل غياب جيمي فاردي لو يعتبر 50% من روح الفريق، محافظ على مكانته، ولسه ليه النهارده توتنهام ليه مباراه مش سهله. رياض محرز بدوره يعني هو عامل ديو حلو جدا في خط الهجوم
مع جيمي باردي. ويعني هما الاثنين بصراحه يعني كانوا ممكن يستحقوا الجائزه ديت. وبرده اللي يعتبر اكتر معاهم كان كانتي ده اللي بعتبره الرئه، عمود الفقر لليستر، زي دي ماريا لما كان في ريال مدريد كده. لكن برده يعني هي الفرحه بالنسبه لنا كشخص عربي ان هو يثبت نفسه الدوري الانجليزي، دي حاجه مبهجه كلنا كعرب، وهو كليه لرياض محرز. يعني بالنسبة لرياض محرز أكيد. طب لو حكيت لك خلينا شوية يعني نروح للدولة، مع أنه احنا أخبارنا عربية. ليستر سيتي خلاص هو صاحب اللقب، ولا لسه قد يحدث المفاجآت في الدوري الإنجليزي؟ لا، ليستر سيتي عنده مباراتين يعني أرخم من بعض. تشيلسي ومانشستر يونايتد. نعم. ايفرتون ومانشستر يونايتد. ايفرتون اللي عايز يصحح اوضاعه بعد الخروج من كأس الاتحاد الانجليزي قدام مانشستر يونايتد، النتائج السلبيه، وكان اخرها امام ليفربول في ديربي الميرسيسايد. طبعا قدام مانشستر يونايتد اللي بينافس على البيك فور عشان يضمن مقعد دوري ابطال اوروبا بعد الخروج من امام ليفربول في اليوروبا ليج. عايز يعمل انجاز، اي حاجه فنغال لو هيمشي عشان مورينيو جاي او مش جاي، بس اي حاجه تعيد روح الشياطين الحمر. فهو لو تخطى يا ايفرتون او مانشستر يونايتد اكيد هو هيكون البطل. ولسه توتنهام مستغل اي ثغره بقياده بوكيتينو برضه عامل شكل حلو. توتنهام من ساعه ما جه طلع يعني في حصل تطور، طفره حصلت لتوتنهام من الموسم من اول ما جه، يعني من موسمين كده او الموسم اللي فات. فيعني برضه توتنهام مش سهل، ممكن تنقلب الامور راسا على عقب، وممكن تتقلب الطاوله. بس يا عالم احنا نتمنى طبعا ليستر سيتي عشان يعيد برضه امجاد زي فتره نوتنغهام فورست، بلاك بيرن روفرز، ليستر سيتي. ويعلم بعد كده مين تاني. حاجه حلوه، كلاديو رانيري يستحق ان هو يحرز اول بطوله دوري في مهمته التدريبيه. طيب هذا بالنسبه للاعب رياض محرز. والان سنذهب الى الاخبار المصريه. زميله نرمين نتحدث عن هذه الاخبار وعن الزمالك والاهلي. بالنسبة لفريق الزمالك يعني غدا عنده مباراة أمام حرس الحدود. أعتقد أن الزمالك يعني كرة القدم ما عليها كبير، لكن 12 نقطة أو 11 نقطة بينه وبين فريق الأهلي، الأمر صعب جدا. الماتش حرس الحدود على يعني ممكن احنا نقول مثلا اكيد كفة الزمالك يعني ارجح من حرس الحدود، لكن ما نضمنش برضه. حرس الحدود بينافس على الهبوط، عايز يرجع تاني يبتعد عن المنطقة ديت، وخلاص فاضل كام اسبوع مش قليل ومش كتير يعني بين البنين، خلاص في الرمق الاخير بقيادة عبد الحميد بسيوني اللي رجع تاني عشان يحاول ينتشل فريق سكندري من الضياع. الزمالك يعني لو هو تخطى المباراة دي ب3 نقط يقدر على الاقل تاني، ممكن يقدر يحاول ان هو يقترب من يقلص الفارق ويقترب تاني وينافس الاهلي. لكن مقولة ان الدوري اتحسم مش هيتحسم، لا، غلط جدا، لان الاهلي عنده مواجهات والزمالك عنده مواجهات، وبالذات الاهلي تقيله. ولسه مارتن يول برضو يعني في طفرات وفي لمسات تكتيكيه عملها وتطور وكل حاجه، بس برضو مش ده اللي نقول ايه معاه او جماهير الاهلي انها تطمن معاه ان الدوري اتحسم. على الجانب الاخر الزمالك هو دلوقتي ممكن بينافس في المركز الثاني مع المقصه والمصري واعتقد الداخليه، يعني الدنيا مشتعله في المركز الثاني، لكن هو عايز يبعد عن ده عشان عايز يرجع تاني للصدارة. طيب بالنسبة لشيكابالا يعني في أخبار بتقول إنه الزمالك أو الإسماعيلي قال إنه نريد شيكابالا ونرحب بالمساهمة مع الزمالك في مستحقاته، ووضعوا شروط حول هذه الأمور أن شيكابالا قد يعود من جديد إلى نادي الإسماعيلي. يعني في إمكانية ولا كيف؟ او انا سمعت الاخبار ديت قبل كده ان الاسماعيلي عايز تاني يستعيد شيكابالا، بس مفيش حاجه رسمي، هي الكلام ده كان من فتره. لكن انا عامه الزمالك شيكابالا هو في ماتش او ماتشين اللي افاد الزمالك فيهم، لكن مش هيدي كتير برضو للاسماعيلي. او ممكن يكون في صفقه تبادليه مثلا لو هيبدلوا حد بحد، على راسهم مثلا مروان محسن وياخدوا شيكابالا، هي ديت. لكن شيكابالا انا
زي ما قلت المقتنع هو فعلا كان موهبه ضيعت نفسها بنفسها، ما قدرش يحافظ على امكانياته، مش عارف امكانياته كويس. لكن مش هيفيد، لكن مفيش حاجه جديده رسمي بتؤكد ان شيكابالا هيرجع تاني للاسماعيلي. يعني هذا امر صعب، لكن برضه في اخبار اخرى تقول انه برضه هناك بعض المشاكل او شكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم سداد القسط الثاني من صفقة شيكابالا، طبعا سبورتنج لشبونة. هو سبورتنج لشبونة فعلا قدم شكوى ان هو بيطالب ببقيه فلوس شيكابالا اللي كان معار ليهم، وهو حقهم يعني في فلوس متاخر، فهو دوت يعني اجراءات قانونيه بالنسبه للنادي البرتغالي. والايام الجايه هنشوف سواء هيتفاوضوا هيقسطوا الاقساط او ايه اللي هيحصل، لسه مش عارفين يعني، مفيش حاجه جد جديد يعني في الحوار. طيب خلينا نروح الان نسمع لهدف للاعب شيكابالا ونرجع نكمل هذه الحلقة. كان عايز عدية، ادي الضربة الحرة، تصويبة قوية يا شيكابالا. شيكابالا يسجل هدف التعادل ويعود ويعيد لنادي الزمالك قيمته وهبته ومكانته واتزانه النفسي، لتعود الفرحة لجماهير الزمالك الكبيرة، ويعود شيكابالا للتهديف. فهو نجم كبير عندما يكون في حالته، هو بالفعل ممتع بل مخيف. شيكابالا يسجل هدف التعادل وضربة حرة، والكرات الثابتة هي السبيل، وتوتر حالة حارس المرمى أحمد سعد تلعب دور كبير في اروح للاعب اخر، انا متفاجئ يعني من هذا اللاعب، انه لاعب كان معار لنادي اتحاد الشرطه، اللاعب عبد الله سيسي، انه الزمالك قرر بيع هذا اللاعب بشكل نهائي، اللاعب عبد الله سيسي. طبعا قرار مفاجئ، قرار غلط. عبد الله سيسي يعني هو صحيح ما ثبتش نفسه كويس في نادي الزمالك، لكن الزمالك دلوقتي محتاج اي عنصر مثلا كان مديه اعاره ان هو يثبته عنده ويتخلص من لعيبه، ما هو عنده برضو لعيبه لازم يتخلص منها، لو زي باسل مرسي، زي احمد حسن مكي، في ناس ما قدرتش تثبت نفسها يتخلصوا منها ويرجعوا المعارين، زي اوباما برضو اللي بيقدم ادوار رائعه مع الاتحاد السكندري. عبد الله سيسي لما كان في المصري وقتها كان ليه مستوى رائع جدا وحتى مع الزمالك، بس هو ما قدرش يثبت نفسه عشان منطقته كانت فيها زحمه في المنطقه ديت. فيعني قرار مفاجئ، يعني ما اعتقدش ان يعني حاجه تعقل ان هو يبيعوا عبد الله سيسي لاتحاد الشرطه اللي هو كمان غرقان بينافس على الهبوط. اتحاد الشرطه الموسم دوت حالته صعبه جدا، مش عارف يعني هاني رمزي لما جم يتعاقدوا معاه هو مش قادر ينتشلهم، فيعني خساره عبد الله سيسي الصراحه ان هو يتباع لاتحاد الشرطه بيع نهائي. كان لازم يلعب براسين حرب، وده شوط ثاني، ادي نفسيه القصيره، ايمن حفني ويسيبها حلوه قوي، وعمر جابر فاكر الهدف هذا نرمين؟ فاكراه طبعا. فاكراه يعني، يعني الموسم بتاع الزمالك كان موسم حلو يعني. اخر مباراة كانت لسيسي، خلي بالك. ايه؟ اخر مباراة كانت لسيسي مع الزمالك كمان، حط لهم هدف الحسم. ايوه كان مباراة، كان الجون كان في الدقيقة 90 اعتقد، صح؟ صحيح. ايوه بالظبط، كان بطولة دوري ابطال افريقيا. فيعني فبصراحة خسارة يعني، سيسي عنده جرينتا عالية جدا، لكن لو هم مثلا في خططهم ان هو هيقدروا يعوضوه بنفس امكانياته يبقى خلاص، هي وجهة نظر ادارة يعني، ولا صوت يعلى على صوت الكبير في الادارة يعني. بالي بالك. مرتضى منصور قصدك؟ بالظبط كده. بالظبط كده، كويس، انت حليت الفزورة، برافو. بلاش يطلع لنا سيدي هالجيت، خلينا ساكتين احسن. ايوه احنا متراقبين، بس فعلا احنا متراقبين. يلا كويس. طيب ايش رايك في طلب مكليش لضم مروان محسن؟
هو بصراحة عامة يعني مروان محسن مع الإسماعيلي يطمع أي حد فيه، سواء الأهلي الزمالك أي حد من الفرق الجماهيرية أو الفرق الأندية الشركات عايزة تدعم صفوف مروان محسن. هو بصراحة يستاهل، بيقدم دور حلو جدا مع الدراويش. ويعني ساعات بيصنع أهداف أو بيسجل أهداف حاسمة، ليه قدرات عالية جدا. حتى لما كان مع منتخب مصر صحيح ما أداش أمام نيجيريا في الذهاب، لكن يمكن ده برضو يرجع عشان كوبر ما كانش بيعتمد عليه وما كانش دخل اختبارات جادة مع المنتخب المصري، لكن ده ما يعيبوش ابدا، بالعكس. وجهة نظر ماكليش يعني بيعرف يصطاد صح. هو ممكن عايز يعوض بيه يعني ايه، يدعم بيه منطقه الهجوم، يعمل مثلث هجومي ناري مع مثلا حمودي وكهربا. كان نفسي اقول باسم مرسي، كان نفسي يعني باسم مرسي يستمر على كان في الموسم اللي فات، لكن مش عارفه والله يعني ايه اللي حصل له. الازمات اللي مر بيها في بدايه الموسم مع الاداره ولا مع ايه ما تفهمش. الولد موهبه، يعني هو مش اول واحد ولا هيكون اخر واحد بيضيع نفسه بنفسه، يعني غيره كتير. لكن هو بصراحه مروان محسن يستاهل ان يروح سواء وهو برضه في الاسماعيلي، برضه فريق الاسماعيلي فريق كبير وفريق بيطلع ناشئين ومواهب فذه بيستاهلوا يعني. ومروان محسن يستاهل انه يروح الزمالك يعني. مروان يعني عرف السيد تألق، وقصد يعني تألق انه عرف السيد مع فريقه السابق وجاء الزمالك لم يقدم شيء. يعني مش كل لاعب، وصراحة في الدوري المصري تحديدا مش كل لاعب يتألق مع بالفعل فريق. يعني بالفعل يعني مثلا حسام باولو يعتبر هداف، وكان هداف السنه اللي فاتت برضه. وجهه نظري قناعتي الشخصيه لو راح النادي الاهلي او الزمالك ممكن ما الفريق نفسها تكون تقيله عليه. في ناس ما بتحاولش تحافظ على الريتم بتاعها، ما بتحقق هدفها خلاص. ما هو هدفه ايه؟ هدفه يروح الاهلي والزمالك وبعد كده ينضم للمنتخب والمنتخب على الاحتراف، وبعد كده ما بيكونش يعني قبل التيشيرت اللي عليه. فيعني مش اي حد يكون عمل حاجه كويسه في الدوري المصري خلاص نتهافت عليه، لا. في ناس تانية يعني ايه مش بيكون عليها السبوت لايت بس بتدي يعني ممكن يكون عندك نظره انها ايه، نظره مستقبليه انها هتقدر تدي بعد ما تجيلك وتنضم لفريق كبير. يعني طيب خلينا نحكي انه اليوم روما فاز على نابولي قبل انتهت المباراة قبل قليل. وهذه المباراة يعني أهدت فريق طبعا يوفنتوس بطولة الدوري في الدوري الإيطالي. وكان أو ساهم ربما محمد صلاح لاعب النادي أو لاعب نادي روما اللاعب المصري في لمساته في هذه المباراة، وكان شريك في الهدف. طبعا هو صنع الهدف تتويج يوفنتوس بالدوري في دوري الإيطالي قبل قليل. وراد طبعا راد جاء هو صاحب الهدف الأول كان لروما والوحيد قبل قليل، واللي صنعه اللاعب محمد صلاح. وبالتالي يوفنتوس توج بالدوري الإيطالي. زميلة نرمين. هو طبعا يعني روما بالفوز على نابولي أهدى يوفنتوس للمرة الخامسة على التوالي الدوري الإيطالي. يوفنتوس الكل ظن ان هو خلاص مات، لا هو بطل يمرض ولا يموت. صحيح كان تعثر في بداية لكن أليجري معاه عناصر كتيرة جدا. طبعا الجرينتا العالية بتاعت شخصية بوفون الحارس المرمى العملاق اللي كل يوم بيثبت أحسن حارس مرمى في تاريخ الكرة في العصر الحديث. يمكن تفوق على كتير بصراحة، واللي ما قدروش بعد كده يثبتوا على مستواهم أبرزهم كاسياس. بوفون مهما مر بيه الزمن، أنا ممكن أقول لك إن بطولة دوري الأبطال ما خسرتش يوفنتوس على قد ما خسرت بوفون. حارس مرمى بصراحة كل بطولات الدنيا تتمنى ان هو يشارك فيها. هنتكلم عن نابولي استبشرنا ان احنا هنلاقي وجه جديد في الدوري. ساري مع هيجوين منظومه كده كانت حلوه. قعدوا في الصداره فتره طويله وكان على وشك التتويج لولا المباراه اللي جمعت ما بين يوفنتوس
ونابولي وشخصية يوفنتوس فرضت نفسها، مع ان يوفنتوس في المباراة دي كان متراجع جدا، لكن وكان تسونامي هجومي من نابولي، لكن قدروا يحسموا القمة ديت ورجعوا تاني للصدارة، عادوا من بعيد جدا واخرسوا الألسنة اللي قالوا خلاص يوفنتوس زمن يوفنتوس انتهى. لا بالعكس، وكان يوفنتوس كان ممكن ان هو يكمل في دوري الابطال لولا التكتيك أليجري. يعني انا مش عايزه اقول اقصى عليه، يمكن يكون مش مصدق نفسه ان هو كان جاب هدفين، وهو عنده كان عناصر لو دخل المباراه دي كانت عناصر غايبه زي ديبالا ومانزوكيتش، مارزيك، انا ناسي اسمه، فيعني عناصر عنده كانت غايبه. فانت بعد كده العناصر اللي كانت متوفره معاك زي الفارو موراتا وكوادرادو وتخرجهم، طبعا انت كده جرأت عليك بايرن ميونخ، فهو خرج. يعني تحولت النتيجة وكان مباراة كانت مثيرة وقتها، لكن يوفنتوس يستحق اللقب. ان يعني هي في فرق بتبقى مجتهدة وبتحاول تحافظ على شخصيتها حتى لو مرت عليها ظروف وحشة. طيب نرجع تاني للدوري المصري. بالنسبة لقائمة الزمالك اللي ضمهم ماكليش، ضم أو عاد اللاعب باسم مرسو، وكمان مصطفى فتحي بعد الغياب، وفي حراسة المرمى محمود جنش، محمد أبو جبل، في خط الدفاع حازم إمام، محمد كوفي، علي جابر، حمادة طلبة، محمد عادل جمعة، أحمد توفيق، طارق حامد، معروف يوسف، أحمد حمودي، محمد إبراهيم، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمود عبد الرازق، شيكابالا، ومصطفى فتحي، وفي الهجوم محمود كهربا وإيمانويل مايوكا، وكمان باسم مرسل. الآن نروح للنادي الأهلي. بالنسبة للنادي الأهلي، مارتن يول استبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام فريق سموحة، وكانوا ال5 لاعبين بالنسبة للنادي الأهلي هم جون أنتوي وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد حمدي وأحمد ربيع الشيخ، فضلا عن رمضان صبحي للإيقاف. بالك مين ممكن يكون بديل رمضان صبحي في مباراة الغد أمام سموحة؟ نرمين؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميلة نرمين ماهر، سنعود إليها من جديد. بالنسبة للزميلة نرمين ماهر كنا نحكي عن النادي الأهلي، أو توقفنا عند النادي الأهلي الآن. بالنسبة للنادي الأهلي قلنا أنه تم استبعاد 5 لاعبين، وهم جون أنطوي وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد حمدي وأحمد ربيع الشيخ، فضلا عن رمضان صبحي للإيقاف. وطبعا القائمة جاءت في حراسة المرمى شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم وموسى عوض، وكمان في خط الدفاع اللاعب سعد سمير ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي ومحمد هاني وصبر الرحيل وحسين السيد، وفي خط الوسط حسام غالي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، عمرو السلية، صالح جمعة، وليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ. في خط الهجوم عمرو جمال وعماد متعب وإيفونا. هذا بالنسبة لتشكيل الأهلي غدا، أو القائمة اللي راح تكون موجودة غدا بالنسبة للنادي الأهلي المصري. بكرة كمان الزمالك راح يلعب مع حرس الحدود، والفوز مهم للفريقين، الفوز مهم للفريقين. فريق حرس الحدود يعاني، وأيضا الزمالك كمان يعاني ويريد أن يقلص الفارق بينه وبين النادي الأهلي بعد أن توسع هذا الفارق في الأسابيع الماضية. يعني هنشوف خلال الفترة القادمة. في الأخبار الأخرى كمان مارتن يول يبحث عن بديل رمضان صبحي أمام سموحة. طبعا هون مارتن يول مدرب الأهلي متصدر الدوري الممتاز لكرة القدم من تأثير غياب الشاب المتألق رمضان صبحي أمام سموحة غدا. وكان صبحي 18 عام، لاعب الوسط المهاجم، أبرز العلامات المضيئة خلال مشوار الأهلي نحو قمة الدوري، لكنه طرد خلال الفوز بهدفين مقابل لا شيء على أنبي في وقت سابق هذا الشهر، وعوقب بالإيقاف مباراتين. وسيبدأ صبحي الذي شق طريقه للفريق الأول في موسم 2013-2014 وعمره 17 عام تنفيذ العقوبة بمسموحة، لكن الهولندي يول قال إنه يمتلك العديد من البدائل للاعبي الشاب. ونقل موقع الأهلي على الإنترنت يوجد بدائل لرمضان صبحي مثل إيفونا ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا. أحمد الشيخ خلاص يعني إنه خارج القائمة. طيب زميلنا نرمين.
الو. أيوة زميلنا نمير، كنا نتحدث عن القائمة وقائمة الأهلي، وتم استبعاد منها 5 لاعبين لأسباب فنية، ورمضان صبحي كمان للإيقاف. لو حكيت لك مين الأفضل يكون بديلا لرمضان صبحي؟ هو الافضل بديل رمضان صبحي يعني ممكن اقول وليد سليمان، لان هو بيتسم بالخبره اكتر. ايفونا مستواه متراجع جدا، ما تفهمش فيه ايه. هو يمكن مثلا ايفونا بيحب يلعب تحت راسين حربه او يكون متاخر عنهم، ما اعرفش. دلوقتي بقى عنده الاستلام للكره بقى رهيب، بقى كسول جدا. ايه اللي حصل له؟ ما نفهمش. علامات استفهام كتيره على مستواه، مش هيكون الانسب طبعا. هو وليد سليمان عامة لما بيتصاب وبيرجع تاني، الخبرة عنده بتحكم برضو. زي احنا شفناه في مباراة في افريكانز سبورت التنزاني، الكرة اللي شاطها لعبد الله السعيد الأحرز منها هدف رأسية التأهل. هي دي عوامل تخلي مارتن يولر هو يعتمد على وليد سليمان يكون الأبرز، يكون المعوض الأبرز لرمضان صبحي. طيب بالنسبة للاعب رمضان صبحي، يعني كثير من الكلام حول العروض من ميلان، اتلتيكو مدريد، و5 ملايين يورو من ميلان لخطف اللاعب من اتلتيكو وارسنال. هل سيكون له تأثير سلبي على اللاعب أم سيكون بالإيجاب؟ لا طبعا بالإيجاب. في سن صغير دوت، ممكن 18 سنة أو 30 سنة زي ما بيتقال يعني، بس هو 18 سنة. فهو لا أعتقد إن هو تأثير إيجابي، إن إحنا بنتمنى بالعكس نخرج لعيبة في السن دوت للاحتراف، لأنه هيعود بعد كده على المنتخب المصري. هيكون عندنا عناصر كتيرة جدا محترفة، زي عندك منتخب الجزائري نصهم محترفين، فبيخدموا الجزائر وبيتقدموا. والسنة الثانية كان السنة اللي فاتت على التوالي في كأس العالم. احنا كمان عايزين نرجع تاني لأمم أفريقيا وبعد كأس العالم. بالعكس هو هيفيد نفسه وهيفيد المنتخب بعد كده. وأكيد الأهلي مش هيسمح له بالاحتراف غير لما يعوضه. وأنا سمعت إن الأهلي يعني وضع على طاولة المفاوضات 4 ملايين يورو لنظير الاستغناء عنه. وأكيد هو رصد حاطط عينه على حد نفس إمكانيات رمضان صبحي اللي هو توهج مؤخرا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر. فيعني يستحق إن هو يحترف سواء في ميلان، نادي كبير وعريق زي ميلان، أو أتلتيكو مدريد، أو أي عرض تاني. يا ريت النادي الأهلي يسمح له بالاحتراف. هنشوف خلال الفترة القادمة. نتمنى انه ما يصيبه كمان الغرور، لانه يعني اذا اللاعب اصاب الغرور قد يعني يضيع زيه زي يعني غيره. الو. ايوه معك. بالظبط، زي اي لاعب لما بيتحط عليه سبوت لايت، اي لاعب مصري كده بيتحط عليه سبوت لايت شويه بيحصل له غرور، بيحصل له انزحه. ما فهمش على ايه يا ابني ده. يعني هو ده اكل عيشك وانت هيفيدك، وانت انت اللي في ايديك تعلي سوقك، وانت اللي ترخص نفسك كده يعني. فلا ممكن في النقطه دي بالذات في لعيبه الاهلي مش قوي، لان في بيبقى حاكمهم جوه في الاداره، في نفسه مارتن يول عنده شخصية قوية بيقدر يحكم وبيلعب على النقطة دي كويس. طيب نروح لودية روما للأهلي. طبعا الأهلي قال أنه ودية روما ستكون أول مواجهة عالمية تفيدنا ماديا وعروض أجنبية لإنشاء الاستاد. طبعا عضو مجلس الإدارة عماد وحيد أشاد يعني على فكرة التسويق والاقتصاد الذي يتبناه مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية. وكمان قال أنه أو تابع في التصريحات الإعلامية الفكرة الذي يتبناه المجلس يقوم على فكرة تعظيم الكيان أولا من أجل تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة ومتنوعة. وقال أنه ودية روما التي سيخوض الفريق في 20 مايو المقبل في الإمارات، حيث أنها المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي فريقا عالميا ويحصل على المقابل مادي بعدما كان يدفع مقابل مادي لمواجهة الفرق العالمية. ما رأيك في هذا الكلام؟ هو بصراحة يعني هو الأهلي هيرجعنا بالزمن يمكن من 2002 كده، يوم الأهلي برضو قابل روما الإيطالي. ودي طبعا يعني حادثة فريدة من نوعها. الأهلي هو اللي هيحصل على عرض مادي نظير ان هو يخوض المباراة دي. كان وقتها ما كانش في حاجه لسه رسميه، لان الوديه دي كانت رهن اشاره مدرب روما. لكن الحمد لله الامور اتحلت وتحدد موعدها. ودي افاده هتعوز طبعا، الافاده ان الاهلي هيساعده في دخل
كبير يقدر ان هو يدعم صفوفه، يقدر ان هو يعمل الاستاد اللي هو بيحلم بيه. يعني هي شركات الراعيه بتساعد الاهلي، وفي رجال اعمال برضو بيساهموا عشان يعني يخلوا اسم الاهلي في العالي وما يتاثرش باي حاجه. وده ميزه النادي الاهلي عن فريق اي تاني، بيقدر عمليات التسويقيه بيلعبها صح. صح. المباراه ديت يعني وكمان في الامارات يعني هيبقى كرنفال ودي، بس يعني هيبقى مباراه وديه بس هتكون على هيئه كرنفال، هيبقى في حضور جماهيري. وحشتنا الجماهير هنا في مصر طبعا، فاحنا بنشوفها في بلاد الغريب، احنا ما بنشوفهاش طبعا. الامارات اشقائنا وكل حاجه، بس كان نفسنا نشوف الجمهور هنا في مصر. بس وهي مباراه حلوه واستعداديه برضو سواء لافريقيا او للموسم الجديد. يعني هي هتفيد ماديا اكتر ما هتكون معنويا للنادي الاهلي. طيب نرمين، انا حابه اتشكرك لتواجدك معنا في هذا اليوم. انا اللي بشكرك جدا يا حسام، والله يعني انا اللي بكون سعيده جدا وبتشرف بتواجدي ضيفه معاك وبالتوفيق ليك يا رب. أشكرك جزيل الشكر طبعا الزميلة العزيزة نرمين ماهر على تواجدك معنا في هذا اليوم. ويعني بقى 10 دقائق للبرنامج التلفزيوني. بتشكرك كتير على تواجدك، كل الشكر والتقدير للزميلة الإعلامية المصرية الزميلة نرمين ماهر على تواجدها في برنامج استوديو العرب عبر أثير إذاعة أمواج الرياضية. أشكركم على حسن المتابعة. إن شاء الله الاثنين القادم أكون معكم في برنامج استوديو العرب في تمام الساعة 7 مساء. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معي ومعكم دائما الإبداع والتألق من الهندسة الإذاعية الزميل سامر سالم، وهذه تحياتي لكم من رحلة الإعداد ومتعة التقديم حسام أبو خاطر. حتى ذلك الحين إلى اللقاء، وبعد قليل سأكون معكم إن شاء الله عبر قناة أمواج الرياضية.